مساء الفل، يا مساء الياسمين، يا مساء كل حاجه حلوه. البنت هي بقت خارجه ورا دلوقتي في الشارع والشبشب ده عاملها رجعت حافيه. يعجبكم كده؟ لا يا ريت رجعت، يا ريت بس حافيه ضاع مني. يا جماعه اقول لكم انا الشبشب ماشيه راحت قطعت مني فرد، حطيت الشبشبين على اول الشارع. قلت وانا راجعه اخدهم عشان اخيط الشبشب. رجعت لقيتهم سايبين لي الفرده المقطوعه واخدين الفرده السليمه. الله يسترها، هتلاقي بقى عندها فرده سليمه هتاخدها وتمشي الترند الجديد. رجلك والمعزه كتاي. سيبتيها الله يسترك. كنت رحت صلاح التانية وسيبها لك. انا سبتها انا بقى مطرح. اقول لك كنت رحت ناديت في المكان في الجامع. يا اهل البلد اللي واخد فرده شبشب بتاعتي انا سايبه له التانية على اول الشارع الكبير. مشيت حافيه، قلت وانا راجعه بقى بعمله، رجعت ما لقيتوش. شفتي يا هدير انا بعد السرنجات اللي قصه شفتي خدت 33 حقنه في اسبوع. بيدي انا لا تتخوفي. قصه رحله حقن غريبه. تمت بحمد الله، خلصت العلاج كله زي ما هو قال، المرحله خلصت منه. لما نشوف هيعمل فيا ايه تاني. يلا خدي دول. يلا عشان بتكوني مباية قوي. ماشي. الحاجات انا عمري ما شفتها ولا سمعتها. وتقول لجوزها هتاكل نبأ، سيب له نص عشان اكل من وراه. ايوه عشان افضل معاها طول عمر. يا اختي يا مسكره. يا رب يا اختي يخليكي لي ويخليكي لي طول العمر. اللهم ما امين. تحرموش من بعض ابدا. ويخليكي لنا يا هدير يا رب. ربنا ما نتحرمش يا رب. يا رب، ما نتحرم من بعض ابدا كلنا، ويجعلنا نزيد ما نقل يا رب، وما يفرق بينا ابدا، وما يخش بينا حاجه وحشه ابدا. بس محمود معودني على كده يا هدير من الاول، كانش ما بياكلش منابه، اللي هو منابه ما ياكلش منه لما يديني منه هو كده، فمعودني على كده. عشان كده قلت له ايه، ما تنساش تاكل منها وتسيب لنفسها. حاجه حلوه لما تكون كل حاجه بتقسم عليها. الاول كنا بنقسمها علينا احنا الاثنين، دلوقتي لما جت عيشه بقت على 3، لسه لما يجي هتتقسم على 4. تتقسم بينا على 4. ودي على فكره الكرشه دي ريحتها حلوه جدا. في كرشه ممكن عارفه في ناس بتعملها تبقي شامه ريحتها من على بعض كده، تحسي ان انت هترجعي. دي مش بتنضف. دي اللي هي بتبقى سودا صح؟ ايوه بقى معموله بوسختها. لا يا جماعه طب ياكلوها ازاي؟ انا عارفه يا بنتي. جسمي اشهر.
بعدين بقى ايه بقى؟ بعدين ايه؟ لسه بنتي حكيت لي النهارده دي. احكيها بدري للمتابعين كده عشان ايه بقى؟ والله صعبت عليا. بصي يا هدي، في قصة هي واحدة معنى صح ما استحملتش جوزها في تعبه، ويعني هو رغم ان هو كان مهننها ومدلعها وكل حاجة والله. ده كده القصة غير القصة اللي انت حكيتها لي. عشان التانية بصراحة انا يعني عندي نسيان فوق ما تتخيلوا. هو كان بيشتغل وكان مخليها مش محتاجة للهوا تمام. ولا محتاجة لحد من أهلها ولا من أهله ولا أي حاجة، كان مخليها إيه معنى أصح إيه برنسيسة. تمام يا برنسيسة يا برنسيسة. جه تعب مرة واحدة. لما تعب هي شالته إيه قد شهر. بعد ما شالته شهر ما خلاص زهقت، تقول له انا زهقت، انا مش هتحمل كده، انا عايزه اتطلق، انا مش هتحمل ان انا اشيلك ده كله. انت هتفضل طول عمرك كده راقد وكده، وانا عايزه اشوف حياتي، انا لسه صغيره، انا مش هستحمل ان انا اشيل واحد ادخله الحمام واكله واشربه واطلع اشتغل واصرف عليه انا كمان. مش هستحمل. قال لها طب وبناتك احنا انت ليه انت معاك 4 بنات؟ طب هتعملي فيهم ايه؟ هتسيبيهم؟ انا مش هقدر ان انا اصرف عليهم. انت ديك انا شفتي انا رجليا اتبطرت، مش هعرف اشتغل تاني. قالت له انا لسه صغيره، انا ما عنديش حمل ان انا اشتغل واشقى، انا محتاجه اللي يصرف عليا، انا مش جايه ان انا اللي اصرف عليك. قال لها طب ما انا كنت مخليكي مش محتاجه اي حاجه، كنت بشتغل ومخليكي مش عايزه اي حاجه. قلت له انا مالي، دي سنتك، انت تعبت انزل اجيب لك كرسي بعجل وانزل اشحت واصرف علينا. عمل كده فتره، اهله اتبروا منه. جه راح وقف قدام اهله، قالوا له اعمل ايه؟ طب ساعدوني اصرف على بناتي. قلت له انت راح واحد من اخواته الصبيان قال له ايه؟ لا نصرف عليك. طب ما احنا عندنا بيت وعيال والدنيا ضيقه، هنصرف على بيتنا وعيالنا ازاي ونصرف عليك انت وبيتك وعيالك ومراتك؟ ممكن تروح على اي دوامه وتقدم ورقك وهي يدوك معاشات، يدوك شهريات تعيشك. راحت ردت مراته قالت له طب اخواتك ما استحملكش، انا هستحملك. وراحت سايبه معايا ال4 بنات. ال4 بنات او الكبيره عمر 18 سنه تخدم تشتغل وتاكل، والصغيره اصغر واحده عندها 10 سنين. دي بتتعلم دي، بس الكبيره ال4 بنات سابوا مدرسهم وسابوا تعليمهم وقالوا احنا اللي هنقف مع ابونا، مش هنخليه محتاج ولا لامي ولا لعمامي ولا لاي حد من اهله. وبقوا يشتغلوا. البنت الكبيره بقت تشتغل عامله نظافه، والبنات التانية بقوا يشتغلوا في البيوت، يكنسوا ويمسحوا ويعملوا كل حاجه عشان يصرفوا على ابوهم. جت البنت الكبيره، الشغل مش عيب. البنت الكبيره جالها فرصه، واحد جه عايزها، قالت له انا بصرف على ابويا علشان ابويا ظروفه 1 2 3. قال لها انا هجيب له رجل اصطناعيه من بلاد بره يقدر ان هو يتحرك بيها، وانا هقف جنبه ومش هسيبه. قالت له وانا مش متعلمه، انا سبت تعليمي علشان خاطر ابويا. قال لها انا عايزك بشنطه هدومك.
وراح اتجوزها، وفضل هو لحد دلوقتي، وقعد اخواتها البنات من شغلهم وبقى يصرف عليهم ويصرف على ابوها، وخلى ابوها بقى بيتحرك، وابوها نزل بقى يشتغل، بقى عنده رجل، حاطط رجل اصطناعيه، بقى يشتغل ويمشي ويروح ويجي. جت بعديها بفتره مراته، هي بعد ما سابته ومشيت جايه بتقول له ايه، ارجع لك. لا ترجعي لي بعد ايه؟ بعد البنات اللي انتي سبتيهم هم اتمرمطوا وشقيوا وتعبوا علشاني، ولا ترجعي عشان ايه؟ قلت نرجع ونتلم تاني في بيت واحد. قال لها وانا مش عايزك، ما وقفتيش معايا في شدتي. قال لها بردو مش عايزك. فهو بيقولك انا كده، يعني انا كده اتخليت عنها في اخر حاجه لما هي تحب انها ترجع، انا كده اتخليت عنها ولا انا كده الصح؟ هو كده الصح ولا هو اللي؟ لا هو كده صح. بس بناته طلعوا متربيين ان وقفوا مع ابوه. ولاد حلال دول برين باهلهم. واخواته طلعوا مش كويسين. اخواته طلعوا عندنا عشان مش عايزين يشحت، كانوا اكلوا وشربوا عيال، كانوا وقفوا جنبه على الاقل بالاكل والشرب. ايوه كل واحد جاب له حاجه مثلا، يعني واحد مثلا عمل له مصروف، لو كل واحد كان اداله 1000 جنيه، او كل واحد جاب له شاي، اللي يجيب له شاي وسكر وزيت ومكرونه، واللي يجيب له مثلا يديله فلوس يصرف طول الشهر، ما كانش هيتعب، ما كانش هيشحت، ما كانش هيتمرن. يقربونا قوي بالمعروف. يعني انت تطلع زيكا بره، تطلع زيكا بره، مش تعمل بره هتعمل بره، ولا انت شاطر تفشخر بره ما توليش اخوك ولا ابوك ولا اختك ولا امك. في ناس كده بتحب الفشخره الكدابه زي ما بيقولوا. يا لسه سبتلك النبقه دي، نص النبقه دي ونص النبقه دي. يعني مش والله العظيم يا جماعه انا ومحمود اكتر كابلز مجانين. ده ضرب خالص. 10 دقايق وهتلاقي دي بيضرب في دي ودي بيخبط في دي، كابلز مجنون. وامي تقعد بقى تقول اسكتوا، خلاص يا هبه ما ترديش عليه، خلاص يا محمود، خلاص يا هبه، خلاص يا محمود، لغايه مامي بجد بتبقى قاعده تاخد مسكنات كتير مننا. كابلز مجنون متخلف عقليا وذهنيا. لا ولا عايشه، جينا داخلين هي نايمه على السرير، فمحمود جاي يبص تقول له امشوا انتوا الاتنين، انا مصدعه عايزه انام، امشوا انتوا الاتنين امشوا. جبنا كوكونات فوفو لا عايز دق بوش. دي اسمها ايه دي؟ دي جوز هند. ايوه عايزه تسأل الاول. لازم تسأل. كلم بابا. لازم تتقلب عشان دي ريحه يا عم بتقول له بابا. الريحه مش شايفه. عشان ريحه لا يا عم كلم يا بابا. جاي لك يا عاشق. قلت له بابا.
كده يا ولاد انا خلصت. ما تنسوش تحطوا بقى لايك والشير واشتراك في القناه وتفعلوا الجرس عشان يوصلكوا كل جديد. مع السلامه.